الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم، لما هاجت الريح بجماعة من الصالحين وكانوا في سفينة هاجت بهم الريح، الأمواج تلاطمت من كل مكان، إذا بهذه الأمواج والرياح تقذف بهم في جزيرة بعيدة. دخل أولئك الرجال إلى هذه الجزيرة فوجدوا فيها شخصا واحدا، وجدوا فيها رجلا لوحده. الرجل يعيش لحاله، والشيء الغريب أن هذا الرجل كان أمامه صنم يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. دخلوا عليه، نظروا إلى حاله، قال أحدهم له، والقائل هو عبد الواحد رحمه الله تعالى، قال له: يا فلان، ماذا تعبد؟ قال: أعبد هذا إلهي، الصنم هذا أعبده. فقال له هذا الرجل الصالح: يا فلان، إن معنا في السفينة من الرجال من يستطيع أن يصنع مثل إلهك هذا يستطيع، الذين ينحتون أن يصنعوا مثل إلهك. استغرب الرجل، قال لهم: وماذا تعبدون؟ قال له: نعبد الله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، القضاء قضاؤه والأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فقال الرجل: من أين عرفتم ربكم؟ قال له: أرسل إلينا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه فدلنا عليه. قال الرجل مباشرة: أين هذا الرسول؟ قالوا له: قد مات. قال: هل ترك شيئا لكم من ربكم من الملك؟ هل هناك رسائل؟ قال له عبد الواحد: نعم، هناك رسائل من الملك. قال: اقرأ علي شيئا من رسائل الملك، فإن رسائل الملوك عظيمة. قال عبد الواحد رحمه الله: فبدأت أقرأ عليه شيئا من القرآن. قال: والله من أول آية قرأتها عليه إذا بالرجل يبكي من أول آية. قال: والله أنا أقرأ القرآن عليه وهو يبكي، وأنا أقرأ وهو يبكي. يا إخوان، تأثر بالقرآن. الرجل كان لا يؤمن لا بجنة ولا بنار، لا بثواب ولا بعقاب. الرجل كان لتوه يعبد صنما، قلبه كان متعلقا بصنم، وإذا به مباشرة عندما يأتيه القرآن ينهار الرجل ويبكي، فينظر إلى عبد الواحد ويقول له: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى أبدا، أن يطاع فلا يعصى أبدا. الرجل تأثر، دخل في الإسلام، أخذوه معهم إلى بلادهم. الرجل ما معه شيء،
كان فقيرا. قال له عبد الواحد وبعد أن جمعوا له شيئا من المال قال له: خذ هذا المال وتزود به في حياتك لمعيشتك لدنياك. نظر الرجل إليهم وقال لهم: سبحان الله يا عبد الواحد، أنا كنت في جزيرة نائية أعبد صنما لا أعرف الله تعالى، ومع ذلك كان الله يطعمني ويسقيني وأنا ما أعرفه. والله قل والله عافيني ويطعمني ويسقيني وأنا والله ما كنت أعرفه. يا عبد الواحد، أتراه حين عرفته يتركني؟ يا عبد الواحد، أتراه بعد أن عرفته يتركني؟ قال: والله ترك المال. الرجل يا إخوان تأثر بالقرآن، فيه صلاح. يقول هذا الرجل أبو عبد الواحد، قال: بعد أيام قال إذا بهذا الرجل يمرض. لما مرض كان عندي، قال فنمت أنا وإياه. قال فرأيت في المنام رؤيا، رأيت كأن القبور شيء فيها أخضر مرتفع بساتين، وإذا فيه بين هذه البساتين سرير، والسرير هذا عليه امرأة حسناء، وإذا بهذه المرأة تقول: يا عبد الواحد عجل لنا بصاحبك، يا عبد الواحد عجل لنا بصاحبك فقد اشتقنا إليه. قال عبد الواحد: فانتبهت من منامي فنظرت إلى صاحبي، قال فأخذت أحركه والله ما تحرك، إذا بي قد مات هذا الرجل الذي تأثر يا إخوان بالقرآن. قال فأخذته، قال فغسلته وكفنته وصلينا عليه ودفناه. قال من شدة التعب نمت مرة أخرى. قال والله رأيت الرؤيا نفسها، ورأيت الجارية أو المرأة الحسناء الحورية وعندها صاحبي على السرير، أراهم في الرؤيا وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا إخوان، هذا الرجل الذي كما يقال تغير 180 درجة بالقرآن، يقرأ عليه القرآن وإذا به يدخل في دين الله جل في علاه، ويقول في كلامه: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. ونحن أيها الحبيب في هذه الليلة بإذن الله معنا السورة التي جمعت معاني القرآن الكريم، السورة التي ما أنزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك 7 من المثاني خصها الله جل في علاه. أبو سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: أبو سعيد قال: كنت في المسجد فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال كنت أصلي فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي. قال: فلم أجبه حتى أنهيت الصلاة، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا أبا سعيد لماذا لم تأتي عندما دعوتك؟ قال: يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد ألم تسمع إلى قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم؟ ثم قال: يا أبا سعيد، لأعلمنك السورة التي هي أعظم سورة في القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن أخرج، فلما أراد أن يخرج من المسجد عليه الصلاة والسلام قال أبو سعيد: يا رسول الله، ما هي هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. يا إخوان، هذه السورة التي ترتج بها المساجد يقرأها الناس، السورة التي لا بد أن تقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، التي من لم يقرأ كما قال عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. السورة التي هي رقية، قال أبو سعيد في الصحيح لغيره، قال أبو سعيد الخدري: خرجنا في سرية قال: فأتينا قوما، قال: فلم يضيفونا، قال: فلما ذهبنا عنهم إذا بجارية تأتي وتنادي وتقول: يا أيها القوم، هل فيكم من راق؟ هل فيكم من أحد يعرف الطب ويعرف الرقية؟ قال أبو سعيد: ما الذي جرى؟ قالت: إن سيد هذا الوادي قد لدغته العقرب وتأثر تأثرا شديدا. فقال أبو سعيد: أنا أرقي، ولكن والله لا أرقي لكم حتى تعطوني شيئا جعلا، لأنهم لم يضيفوهم. فقالت: فاتفقوا على 30 من الشياه تعطى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب أبو سعيد، دخل على الرجل فقرأ عليه سورة الفاتحة، قرأها عليه 7 مرات، يقرأها حتى يتمها، ثم يقرأها حتى يتمها، ثم 7 مرات. وإذا بالرجل يقوم كأنما نشط من عقال، قام الرجل مباشرة كأنه ليس به شيء، فأعطوهم 30 شاة، فوقع في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع بشأن هذه الشياه التي أخذوها مقابل قراءة القرآن والرقية بالقرآن. فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما علمت أنها رقية، يعني الفاتحة؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: اقتسموها واقسموا، أو قال: واضربوا لي معكم سهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يطيب خواطرهم بأخذ هذه الشياه. هذه السورة يا إخوان هي سورة الرقية. إذا أصاب الإنسان شيء، مرض، سواء كان مرض نفسي أو كان مرض من الجن، من مس الجن، أو كان مرض عضوي، تقرأ هذه السورة فإنها رقية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي هي 7 من المثاني كما قال تعالى، 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. ابتدأ الله تعالى أولها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء يختلفون هل البسملة هذه من الفاتحة أو أنها آية منفصلة عن الفاتحة، والخلاف في ذلك مشهور فيما بينهم. وإذا نظرت إلى البسملة فإنك ترى فيها معنى الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بالله تعالى على ما أريده من فعل أو قول أو غير ذلك، والله تعالى هو الرحمن وهو الرحيم. ولذلك ينبغي أن تكون البسملة منا على بال،
إذا وضعت شيئا عود نفسك أن تقول بسم الله، وإذا رفعته أن تقول بسم الله، فإن في ذلك الحفظ، إن في ذلك الحفظ، لأنك استعنت بالله جل في علاه. والله سبحانه وتعالى إذا استحفظ شيئا حفظه. الله كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا استحفظ شيئا حفظه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. ومعنى كلمة الله هذا الاسم الذي كثير من العلماء على أنه اسم الله الأعظم، الله الذي لم يتسمى به أحد إلا الله جل في علاه. صرف الله الخلائق أن يتسموا بهذا الاسم، حتى إن فرعون ماذا قال؟ ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى. مسيلمة لما ادعى النبوة سمى نفسه رحمن اليمامة، عليه من الله ما يستحقه. أما كلمة الله فهذه صرف الله سبحانه وتعالى عنها الخلائق، وهو اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء. قال الله تعالى: بسم الله. ومعنى كلمة الله أي المعبود المألوه، وهو المعبود محبة وتعظيما سبحانه، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، التي قال الله تعالى عنها: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن هذا الاسم وهو ذو الرحمة الواسعة لا يجوز لأحد أن يتسمى به ولا أن يوصف به شخص، ما يجوز أن نقول فلان رحمن، ما يجوز، ولكن يقال فلان رحيم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وكان بالمؤمن، قال عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى بصفة الرأفة واسم رؤوف، وذكره الله سبحانه وتعالى باسم رحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة. ثم قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه السورة كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة مقسومة يعني الفاتحة، فإذا ما قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا ما قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا دعاء ولعبدي ما سأل في هذا الدعاء. فعندما تقول الحمد لله أنت تحمد الله جل في علاه، والله سبحانه وتعالى يحمد في السراء والضراء، لا كما يفعله بعض الناس. بعض الناس قد يحمد الله تعالى ولكن إذا جاءته السراء، إذا جاءه الخير حمد الله، إذا ما نزل به الضر تجده يتأفف، وإذا به يأتي بكلام ينافي حمده لله جل في علاه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه هو عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه الأمر الذي يسوءه
كان يقول الحمد لله على كل حال. ولذلك لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد بعد أن قتل من أصحابه من قتل وحصل بالصحابة ما حصل يوم أحد، وهو من أشد أيام الله تعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يوم شديد. بعد أن أتم المعركة قال لأصحابه دعوني أثني على الله جل في علاه. الله أكبر. قام عليه الصلاة والسلام أمام الجيش وأخذ يحمد الله تعالى بأنواع المحامد وأنواع الثناء، وهو يرى من أصحابه من قتل ومنهم من جرح وحصل بهم ما حصل، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاول أبو عبيدة بن الجراح حاول أن ينزعها، ما قدر أن يخرجها بعد أن أمسكها بثنيتيه حتى سقطت ثنيتا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخرج هذا الحديد من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذه المعركة التي كسرت فيها رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه المعركة الذي شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يثني النبي على ربه جل في علاه وتقول الحمد لله. ولذلك إذا شربت الشربة، إذا شرب الإنسان الشربة أو أكل الأكلة ثم حمد الله في شربه وفي أكله، فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يحمده إذا شرب الشربة أو أكل الأكلة. قال الله تعالى الحمد لله والله تعالى رب العالمين. ومعنى كلمة الرب السيد، وهو المدبر وهو المالك وهو الخالق سبحانه وتعالى. وهذه ربوبية الله جل في علاه، ربوبية الله، وفيها قهر الله تعالى للخلائق. وإن من شيء إلا وهو مقهور ومربوب لله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الرب. وهذه الربوبية اعلم بأن حتى الكفار كانوا يقرون بها. كفار قريش أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم كانوا يقرون بربوبية الله، يعلمون بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يقرون بهذا، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله تعالى، يسجدون للصنم ويقولون إن هذه الأصنام اللات وهبل والعزى إنها شفعاء ووسائط بيننا وبين الله تعالى. هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم وإيمانهم لأنهم أقروا بوجود الله وبربوبية الله؟ لا والله، لا والله، بل قال تعالى قل يا أيها الكافرون، سماهم كافرون، لا أعبد ما تعبدون. وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالربوبية ويشركون في عبادة الله والإلهية والعبودية لله تعالى، فلذلك كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب الألوهية والعبودية لله هو الذي حصل الخلاف فيه بين الأنبياء والرسل وأممهم. ولذلك ترى الأنبياء يقولون لأممهم والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين. العالمون ما هو؟ العالمون هم كل ما سوى الله. انظر، كل شيء سوى الله فهو عالم من العالم، الإنس، الجن، الملائكة، العجماوات، الجمادات، كل شيء سوى الله
فهو عالم. ولذلك يقال بأنهم سموا عالم من العلامة، لأنهم علامة على خالقهم سبحانه وتعالى. ولذلك ما أحسن قول الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذه علامات على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أو يذكر بأن أحد الشعراء، هذا الشاعر كان يتكلم في الغزل وفي الخمريات، وكان عنده من الخطأ والزلل والخطل ما عنده. فيقال بأنه لما مات رآه بعض الصالحين في المنام، فقال له: يا فلان، ما صنع الله بك؟ رآه في هيئة حسنة، ما صنع الله بك؟ قال هذا الرجل: قدمت على رحيم غفور فغفر لي ورحمني. قال له: بماذا؟ قال له: بهذا الذي قلته. قال: وما قلت؟ قال: قد قلت في شعري: تأمل في نبات الأرض وانظر. الرجل مر يوم من الأيام على نبات حسن، فنظر في هذه الأزهار والنبات فأعجبه حسن النبات والأزهار، فقال هذا الرجل الشاعر بلسان فصيح بليغ، قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك. على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال: هذا الذي تراها أمامك، هذا الجمال حسن، قال: والله إنها شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. قال: غفر الله لي بهذه الكلمات التي أثنيت بها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا شاعر آخر مات ابنه فرثاه في مرثيات طويلة، وأخذ يبكي على ابنه في شعره، وكان شاعرا فحلا، فقال كلمة يقال بأنها نفعته عندما رآه أيضا آخر في منامه فرأى في هيئة حسنة، قال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي بكلمة. قال: لما بكيت على ابني قلت كلمة، قلت: جاورت أعدائي. قال: أنا في الدنيا جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. الله أكبر. قال: شتان بين جواره وجواري. قال: ابني أنا في الدنيا أمام الأعداء من كل مكان، أما ابني فهو في القبر ولكنه جاور الله، فوالله لشتان بين جواره وجواري. قال: فغفر الله لي بهذه الكلمة. يا إخوان، والله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. الله يحب أن يمدحه المادحون، وأن يثني عليه المثنون، وأن يحمده الحامدون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى حيزا كبيرا في القرآن الكريم من ثناء الخالق سبحانه وتعالى على نفسه جل في علاه، بل إنه يحمد نفسه فيقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيحمد الله نفسه سبحانه وتعالى ويقول: الحمد لله رب العالمين. فيعلمنا الله جل وعلا كيف نثني عليه، كيف نحمده سبحانه وتعالى. والحمد لا بد فيه من أن يكون الحامد قد أحب ربه تعالى وقد عظم الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العبودية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى
كان يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. أن تكون غاية المحبة لله، لا تحب شيئا كحبك لله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يكن شيء في قلبك أعظم تعظيما، أكبر وأشد تعظيما من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى: الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء: إذا تأملت هذه الآية كيف أتت الرحمن الرحيم بعد أن قال في أول السورة إذا كانت البسملة من السورة بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الرحمن الرحيم، ثم تذكر ربوبية الله، ثم مرة ثانية الرحمن الرحيم تكررت. قال بعض العلماء: لماذا تكررت؟ قالوا: التكرار هنا من أجل أن يعرف الإنسان شيئا مهما، ما هو؟ عندما يقول الله ويصف نفسه بأنه رب العالمين، قد يقول القائل: حكم ربوبية الله وتدبير الله للكون وملك الله للكون، هل هو قائم على الانتقام أو على الإنعام؟ هل هو قائم على الرحمة أو على العذاب وعلى البأس وعلى البطش؟ لأن الملك إما أن يكون برحمة وإما أن يكون بقوة، وإما أن يكون بانتقام وبأس وعذاب. فأراد الله جل وعلا أن يبين لنا بأن ربوبيته للكون أجمع قائمة على الرحمة سبحانه وتعالى. فلذلك كرر فقال: الرحمن، اعلم بأن الله هو الرحمن الرحيم. ولذلك الله تعالى لما كان هو الرحمن الرحيم يحب الله سبحانه وتعالى الراحمين من عباده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الصحيح دخلت امرأة مسكينة على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما دخلت عليها المرأة معها بنتان، قامت عائشة فأعطتها تمرا 3 من التمر. تنظر عائشة إلى المرأة المسكينة، أخذت المرأة التمرات 3 فأعطت إحداها ابنتها الأولى، وأعطت الثانية ابنتها الثانية، وأخذت هي التمرة 3. فرفعت المرأة التمرة، البنت الأولى أكلت تمرتها، الثانية أكلت التمرة أيضا. فلما أرادت المرأة وهي جائعة أن تأكل التمرة التي في يدها، إذا بهذه البنت تنظر إلى التمرة التي مع أمها، وتلك تنظر إلى هذه التمرة، ما زال الجوع فيهم. فأشفقت المرأة على بنتيها فرفعت التمرة وشقتها نصفين، ما أكلت منها شيئا، وقالت هذه هكذا، وقالت لهذه، فأعطتهما هذه التمرة. قالت عائشة: فعجبت والله من شأن هذه المرأة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الخبر، قلت له: يا رسول الله، لو رأيت المرأة التي أتتني وشقت هذه التمرة بين بنتيها بعد أن أعطت كل واحدة منهن تمرة وما أكلت من التمر شيئا، أخبره بهذا الشيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله أوجب لها الجنة، إن الله أوجب لها الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. بماذا يا إخوان؟ أوجب لها الجنة برحمتها لبنتيها، أو قال في رواية أو قال أعتقها من النار. الله أكبر. كيف سبحانه وتعالى الله رحيم ويحب أهل الرحمة. يأتي رجل النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه يقول: يا رسول الله، قال: نعم.
قال إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له والشاة إن رحمتها رحمك الله. سبحان الله، يذبح الشاة يرى الدم أمام عينيه، يراها في حالة يشفق عليها الإنسان وهي تتألم وهو سيأكلها، ومع ذلك هو يشفق عليها ويرحمها. قال عليه الصلاة والسلام وهو يعظم هذا المبدأ في قلب أصحابه، نعم، كأنه يقول ارحموا واشفقوا هكذا. قال له والشاة إن رحمتها رحمك الله. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك يا إخوان التراحم بين الناس، التعاطف، هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كان العرب أو كان بعضهم ربما الواحد منهم في الجاهلية ماذا يصنع؟ ربما إذا ما وجد شيئا يأخذه ويسلبه على الغريب، ربما سلب أخاه وأخذ مال أخيه. حتى قال القطامي قال في شعره وهو يتكلم عن الحضارة والبداوة، قال فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، إلى أن قال وهو يتكلم على السلم قال وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. أحيانا إذا ما وجدنا إلا أخانا ربما أخذنا ماله وأغرنا عليه وشنينا عليه الغارة. ربما قامت الحروب بينهم ل40 سنة، 40 سنة أو نحو من 40 تقوم الحرب على ناقة، حرب البسوس، على ناقة للبسوس تقوم هذه الحرب ويقتل فيها من الناس، على داحس والغبراء، على فرسين يتراهنان ويتسابقان، فتقوم الحرب الشعواء بين العرب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام النور وإذا به يدعو الناس إلى الرحمة، دعاهم إلى أمرين عظيمين، دعاهم إلى كلمة التوحيد. انتهى؟ لا، هناك بقية شيء مهم. دعاهم إلى كلمة التوحيد ودعاهم إلى توحيد الكلمة. مع كلمة التوحيد لا بد من توحيد الكلمة، لا بد من توحيد الصف، لا بد من عدم التنازع. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام يعطينا هذه المبادئ العظيمة بوضوح، يقول لأصحابه ولأمته لا تحاسدوا ولا تباغضوا. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. هناك شيء عظيم لا ننساه في ضمن الصراعات التي بين الجماعات، بين القبائل، بين الأسر، التي بين الأحزاب، التي بين الدول الإسلامية، التي بين وبين المسلمين. لا ننسى في خضم هذه الصراعات لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تنسى هذه الكلمة العظيمة التي جمعت بين أهل الإسلام، حتى قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة والله وتالله وبالله. لو كان هناك الآن شخص في أدغال أفريقيا، في أوروبا، في أستراليا، في القطب المتجمد الجنوبي أو الشمالي، وهذا الشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والله إنه أخ لنا وإن لم نعلمه، والله إنه أخ لنا. والله عندما تقول اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإنه يدخل في هذه الدعوة وأنت لا تعرفه. ما الذي بيننا وبينه؟ لا نعرفه، لا أحساب، لا أعراق، لا وطن، لا حزب، لا جماعة، لا قبيلة، لا تجارة، لا وظيفة، بل لا نعرف شخصه البتة، ومع ذلك هو أخ لنا. لا إله إلا الله، لأن هذا هو الإسلام يا إخوان، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان لمن عرف الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، فأشار إلى صدره ثلاثا وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام أخوة الإسلام، الإيمان، التراحم. ومن العجب ما ذكره حذيفة العدوي، قال: كنت في معركة اليرموك، قال: فجئت في المعركة، قال: فكان معي ماء، أردت أن أسقي بهذا الماء ابن عم لي، قال: فجئت إلى ابن عمي وإذا به في سياق الموت، الرجل في آخر حياته وهو عطشان، قال: فجئت إليه فقلت له: يا فلان، قال: نعم، قال: قلت له: أسقيك الماء، أعطيك الماء، قال: نعم، هو يريد الماء، قال: فقربت إليه الماء، قال: وإذا به يسمع صوت رجل آخر من المسلمين يقول: قال: فلما سمع الصوت والله ما رضي أن يشرب من الماء وهو في هذه الحال، وقال لي: اذهب إليه فإنه أحوج إلى الماء مني. قال: فقمت مسرعا إلى الآخر فإذا به هشام ابن العاص رضي الله تعالى عنه، فقلت له: يا هشام، تريد الماء؟ قال: نعم، وهو عطشان. قال: قربت إليه الماء وإذا به يسمع صوت رجل آخر وهو يقول: في المعركة. قال: فقال لي: لا أشرب منه شيئا، ولكن اذهب به أولا إلى هذا. قال: فذهبت إلى الثالث فجئت إليه أريد أن أعطيه الماء، قال: وجدته قد مات. قال: رجعت إلى هشام، قال: فوجدته قد مات. قال: فرجعت لابن عمي، قال: فوجدته قد مات. لا إله إلا الله. والله يا إخوان، يعرف الإنسان بهذه القصص لهؤلاء وهذه الأخبار لماذا رفع الله تعالى أولئك القوم والله حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. لماذا نترضى عليهم إلى يوم الناس هذا رضي الله عنهم؟ لماذا قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم. التراحم والتعاطف الذي تراه فيما بينهم، الواحد في هذه الحال وهو يريد هذا الماء، لو كان له ملك الدنيا وساومه من ساوم في هذا الماء لقال: اعطني الشربة وخذ ملك الدنيا الذي معي، ولكنهم والله لا هؤلاء يعطيها أخاه في تلك اللحظة. يا إخوان، هذا هو التراحم والتعاطف الذي نريده فيما بينهم. والله لو حصل التعاطف، لو حصل التراحم بين الناس لرأيت قوة المسلمين، والله لرأيت قوة المسلمين، ولرأيت الخير يعم الناس، يعم المسلمين جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: الرحمن الرحيم، ثم قال تعالى: مالك يوم الدين. وتنبه لهذه الآية كما عندما يقرأها المؤمن يقول الله: مجدني عبدي، مجدني مالك يوم الدين، أي أن الله يملك يوم الدين. طيب، ما معنى كلمة الدين؟ كلمة الدين معناها الجزاء، معناها إذن هناك يوم آخر، هذا اليوم الآخر سيحصل فيه جزاء، سيحصل فيه ثواب، سيحصل فيه عقاب. والله
إنه اليوم الآخر الذي رفع الله سبحانه وتعالى فيه وخفض، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وسماه الله تعالى يوم التغابن. يوم التغابن كل نفس تحس من داخلها بأنها مغبونة، الطالح لأنه لم يعمل صالحا، والصالح يتمنى أن لو زاد. ولذلك هذا هو يوم الدين، يوم الحساب والجزاء. والله سيقتص يوم القيامة لا من البشر فقط، حتى من الشياه، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. مر أبو ذر رضي الله تعالى عنه على شاتين تنتطحان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا أدري. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يدري، وسيفصل بينها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يوم القيامة سيفصل حتى ما بين النمل والذر من الذر، كما صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقام العدل يوم القيامة. اليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله ينتبه الإنسان يا من أخذت حق الناس، يا من سلبت ونهبت حق إخوانك، بماذا ستلقى ربك جل وعلا؟ إذا أخذ الإنسان شبرا واحدا، شبرا، لا أقول كم أمتار، وإنما هي شبر واحد، فإنه سيطوقه يوم القيامة إن أخذه ظلما من 7 أراضين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يحذر الإنسان من الظلم. هذا أحد الصحابة وهو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه من 10 المبشرين بالجنة. اتهمته امرأة في ماذا؟ قالت اتهمته عند الوالي مروان بن الحكم، قالت له: إن سعيد أخذ أرضا لي. اتهمته بالباطل، فدعا مروان قال له: يا سعيد، أخذت أرضها؟ فقال له سعيد: وكيف آخذ أرضها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروان: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. ثم دعا سعيد وقال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. أعمي بصرها لأنها افترت عليه. خرجت هذه المرأة وإذا بها يقدر الله تعالى عليها العمى، ثم إذا بها يوم من الأيام تتلمس في أرضها فتسقط في حفرة أو في بئر في هذه الأرض فتموت فيها. الظلم، يحذر الإنسان الظلم. لا تظلم، لا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، لا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل ذلك في قوله تعالى: مالك يوم الدين، لو قال قائل: الله سبحانه يملك يوم القيامة، يوم الدين، وأيضا يملك الدنيا، فنقول: نعم، الله يملك الدنيا والآخرة. وإنما ذكر يوم الدين لأنه يتساقط يوم القيامة الملوك الذين كانوا في الأرض، الواحد منهم يقول: أنا ملك وأنا كذا،
ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم قال تعالى: لله الواحد القهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تعالى يوم القيامة يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد سبحانه وتعالى. قال تعالى: مالك يوم الدين. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه بين الله وبين العبد، فأنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله جل في علاه. لا تعبد إلا الله. العبادة لا تكون إلا لله. لا يسجد الإنسان إلا لربه، ولا يدعو إلا ربه، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله. حتى قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا يقولها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: فصل لربك وانحر. ولكن هذه العبادة لا يستطيعها الإنسان إلا إذا أعانه الله جل وعلا. ولذلك أنت تقول: وإياك نستعين. المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذه الكلمة يعني لا أستطيع أن أتحول من مكاني وأذهب إلى المسجد وإلى ما أراده الله من الصلاة إلا بالله، إلا إذا أعطاني القوة الله، وإذا أعانني الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا عليه، أرشدنا إليه، وأيضا ثبتنا عليه. الثبات يا إخوان، الثبات، ولكن قليل في الرجال ثباته. الله تعالى يقول في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعض العلماء قالوا: كيف ثم اهتدى؟ هو قد آمن وعمل تاب وآمن وعمل صالحا، هذه الهداية، كيف ثم اهتدى؟ قال بعضهم: ثم اهتدى يعني ثم ثبت، تاب وآمن وعمل صالحا لكنه ثبت، ثم اهتدى بعد ذلك يعني ثبت على طاعة الله تعالى. وهنا قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق، كما قال الأول: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. يمدح أمير المؤمنين، يقول على صراط يعني على طريق، فأنت تدعو الله أن يهديك الصراط، طريق المستقيم. وهذا طريق الله تعالى، هذا هو القرآن، هذا هو السنة، هذا هو الإسلام، هذا هو طريق الله سبحانه وتعالى. من وفقه الله تعالى إلى هذا الصراط وأن يكون ثابتا عليه فإن والله هذه النعمة. حتى إن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل فقال له: يا إمام. قال له: نعم. قال: الرجل يموت على الإسلام والسنة، كيف تراه؟ يموت على خير؟ فقال الإمام أحمد: اسكت، قد غضب. الرجل يموت على الإسلام والسنة يموت على الخير كله، يموت على الخير كله. من مات مسلما وهو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الصراط المستقيم. والصراط من كلمته في اللغة العربية قال بعضهم: الصراط يقرأ بالسين الصراط، وبالصاد الصراط كما هو مكتوب في المصاحف، وأيضا قد يقرأ بالزاي عند بعض القراءة
إذن ما معناه؟ القرطبي رحمه الله قال بالسين من الاستراط، والاستراط هو البلع. يستغرب الإنسان ما هي العلاقة بين الطريق أن يسمى صراطا وبين الاستراط وهو البلع؟ قال بعضهم معنى ذلك عندما يسمى الطريق صراط يعني أنه واسع، حتى إن الذين يمرون في هذا الطريق كأنه يلتهمهم عندما يمرون فيه من سعة هذا الصراط وهذا الطريق وهو طريق الله. ولذلك انظر إلى واقعنا. يأتي بعض الناس ويريد أن يضيق دين الله تعالى، ويريد أن يضيق طريق الله تعالى، حتى يقول قائلهم كأنه بلسان حالهم، كأن لسان الحال يقول ليس في الجنة إلا أنا وفلان 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 وفلان، بلسان حالهم وما يقولونه بمقالهم، ولكن يخرجون هذا من السنة ويخرجون هذا من الصراط المستقيم، وإذا بهم يشتتون ويقطعون الناس ويظنون أنهم على شيء. ومن طرائف القول في هؤلاء المتشددين أو الغلاة يذكرون بأن رجلين كانا من أهل القصيم، رجلان من أهل القصيم اجتمعا، فقال أحدهم يا فلان تعلم بأن الأرض فيها ظلم وفيها جور، فيها شرك هنا وهنا وهنا، ما بقيت إلا البلاد الفلانية والبلاد الفلانية فيها خير. فقال الثاني والبلاد الفلانية ليس فيها خير، ما بقيت إلا المملكة. فقال الآخر حتى المملكة فيها شر هنا وهنا، ما بقي إلا مكة والمدينة. فقال الآخر حتى مكة والمدينة فيها شر عظيم وفيها كذا وكذا، لم يبق فيها خير، والعياذ بالله يقول هكذا. وإذا بهم يتكلمان قال تريد أن تعرف ما بقي خير إلا في حينا أو مكاننا. فقال الثاني وحينا والقصيم الذي نحن فيه شر عظيم. فقال الآخر ما بقي خير إلا في وفيك، ما بقي إلا ثنان. تشدد العجيب، تضيق صراط الله. فقال أحدهم للآخر قال حتى أنت أرى أحيانا فيك شيء، وأحيانا تتأخر عن الصلوات، والله ما بقي الخير إلا فيه. سبحان الله، كيف ضيق صراط الله تعالى حتى جعله الله جل وعلا يقول في طريقه صراط كبير، طريق كبير يسلكه السالكون، وهؤلاء يضيقون شرع الله ويخرجون هذا من الدين أو من السنة أو بهذه الأفعال والأفكار الغريبة والقواعد المريبة. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا من التعريف بالصراط. لو قال قائل أنا ما عرفت الصراط المستقيم، تشتتت علي السبل والطرق وما أدري ما هو الطريق المستقيم، الله من رحمته يعرف لك الطريق مرة ثانية. المرة الأولى بكونه مستقيم ما عرفته، قال ما عرفته، قال لك صراط الذين أنعمت عليهم. إذا ما عرفت الطريق المستقيم فاعرف السالكين أهل الخير أهل الصلاح، اعلم بأن أهل الصلاح وأهل الخير هم على صراط مستقيم، فكن معهم. لذلك قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة
التي والله يتمناها كل واحد منا. هذه هي رفقة المنعم عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم قال تعالى غير المغضوب عليهم. هناك طريق وهناك طرق وصرط عليها شياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. النور واحد، طريق الله واحد، وأما طرق الشيطان وسبل الشيطان فهي كثيرة. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، والضالين هم النصارى. وقال بعض العلماء وأيضا يدخل فيهم في من غضب الله عليه كل من علم العلم ولم يعمل به، يعلم ولا يعمل، أو يعمل بخلاف ما يعلم. وأما الضالون فهم كل من عبد الله ولكنه لا على علم ولكنه على الجهل. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية بدأ بالعلم قبل القول والعمل. يبدأ أولا بالعلم، أولا يبدأ الإنسان بالعلم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتي العمل. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإنسان يا إخوان يحذر من طرق الغواية، طرق اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هل انتهى الموضوع؟ لا. جاء كفار قريش، انظر كيف تأخذ الأمم، بعضها يأخذ من بعض. فماذا قالت الكفار؟ قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. هذه الطرق. النصارى يقولون ابن الله، ثم قالوا ثالث ثلاثة، يقولون ثالث ثلاثة، يقولون بأن عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه بأنه قتل وأنه صلبته اليهود، وأنه قبر ودفن ثم ارتفع إلى السماء. فتخلص أشياء غريبة، فتخلص اللاهوت من الناسوت، خرج الجانب الإلهي أو الشخصية الإلهية من الشخصية الترابية الجسدية، وصعد هذا اللاهوت إلى السماء وأصبح الإله ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عن عيسى ما قتلوا عيسى وما صلبوه، نعم أرادوا أن يقتلوه ولكن جعل الله الشبه في غيره فقتلوا الرجل الآخر شبيه عيسى. أما عيسى كيف أمره؟ قال تعالى بل رفعه الله إليه. هذه واضحة ما تحتاج. بل رفعه الله إليه.
وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عيسى بن مريم سينزل حكما عدلا قبل يوم القيامة، ونزوله من أشراط الساعة الكبرى، ويقتل المسيح الدجال، المسيح ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه يقتل المسيح الدجال. هذه هي العقيدة الواضحة التي أنعم الله جل وعلا والله بها علينا، والله العقيدة الواضحة التي يعني هي أعظم نعم الله جل في علاه، عقيدة الإسلام. وهؤلاء اليهود يتخبطون ويقولون عزير ابن الله، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. ويقول اليهود يقولون يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيحمد الإنسان ربه جل وعلا أن جعله على ملة الإسلام، لا على ملة المغضوب عليهم ولا على ملة الضالين، ويدعو الله تعالى أن يجعله على الصراط المستقيم، ألا وهو صراط المنعم عليهم. وفي علية هؤلاء المنعم عليهم المرسلون، وهم علية هؤلاء والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يطعن فيهم الطاعنون ويتكلم فيهم المتكلمون، خسأوا ولجموا بتلك الكلمات الخطيرة التي يقولها بعض المخذولين، نسأل الله العافية. هؤلاء الرجال الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من العجب من المفارقات الغريبة أن القائل قال: لو سأل السائل اليهود وهم يهود وقال لهم من خير أهل ملتكم، ماذا سيقول اليهود؟ سيقولون الذين حول موسى، أكيد الذين كانوا حول موسى. ولما سئل النصارى من هم خير ملتكم قالوا الذين حول عيسى. ولما سئلت الرافضة من هم شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. سبحان الله، قالوا أصحاب محمد هم شر أهل الملة. انظر كيف يخذل الله سبحانه وتعالى أولئك. ولذلك الإنسان يدعو ربه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول بعد ذلك: آمين. وهذه آمين ليست من الفاتحة، ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب. وفيها لغتان: آمين بالمد آمين، وأيضا فيها أمين بالقصر آمين وأمين. وكلا اللغتين ليس فيهما شد الميم كما يفعل بعض الناس يقول آمين فيشد الميم، لا، الميم خفيفة مكسورة، إما أن تقول آمين أو تقول أمين، هذه صحيحة. أما كلمة آمين بشد الميم فإن معناها قاصدين، كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. وأنت هنا لا تريد القصد، وإنما تريد أن تقول يا ربي استجب، فتقول آمين. وبهذا تكلمنا عن جملة من معاني هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن، التي لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الصحف ولا في القرآن.
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونحن نصلي ونسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا وعملا صالحا متقبلا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما يا كريم إلا فرجته، ولا دينا يا رحيم إلا قضيته، ولا مريضا يا ذا الجلال والإكرام إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ورضنا وارض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من في نصره نصرا للإسلام والمسلمين، اللهم انصر من في نصره نصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واخذل من في خذلانه نصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.